من الرخص التي أباحها الشرع الحنيف الجمع بين الصلاتين، والمقصود بالجمع بين الصلاتين أن تصلي. من الرخص التي أباحها الشرع الحنيف الجمع بين الصلاتين، والمقصود بالجمع بين الصلاتين أن تصلي صلاة في وقت الأخرى. والجمع يكون بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، إما أن تصلي العصر في وقت الظهر، أو تصلي الظهر في وقت العصر، أو تصلي العشاء في وقت المغرب، أو تصلي المغرب في وقت العشاء. إذا صليت العصر في وقت الظهر هذا جمع تقديم، أو صليت العشاء في وقت المغرب جمع تقديم. وإذا صليت الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء هذا جمع تأخير. والجمع أباحه الحنفية في يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة فقط. أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أباحوا الجمع في السفر وبالمرض وبالمطر. واشترط أئمتنا الشافعية لجمع التقديم شروطا، والجمع التأخير شروط جمع التقديم أن يكون السفر سفرا طويلا، سفر القصر اللي ذكرناه في المقطع السابق وهو 82 كيلومتر. وعندنا قول له المذهب القديم للإمام الشافعي أن الجمع يجوز في السفر القصير. والشرط الثاني نية الجمع، أن تنوي الجمع في الصلاة الأولى، إما عند تكبيرة الإحرام أو في أثناء الصلاة. المقصود بالصلاة الأولى اللي هي إذا بتقدم العصر للظهر الصلاة الأولى الظهر، إذا بتقدم العشاء للمغرب الصلاة الأولى المغرب. فتنوي في الصلاة الأولى تنوي الجمع إما عند تكبيرة الإحرام أو في أثنائها، يعني قبل السلام. الشرط الثالث البداءة بالأولى بصاحبة الوقت. إذا بتقدم العصر إلى الظهر تبدأ بالظهر، بتقدم العشاء إلى المغرب تبدأ بالمغرب. الشرط الرابع الموالاة بينهما، يعني إذا صليت الظهر مباشرة تصلي العصر، تقيم وتصلي العصر. صليت المغرب مباشرة تقيم وتصلي العشاء. هكذا فعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نمرة عندما قدم العصر إلى الظهر. والشرط الخامس دوام العذر إلى الإحرام بالثانية، يعني أن يكون السفر موجود إلى أن تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية. مثلا لو سافرت بالطائرة وأنت تصلي في الطائرة قائما، إذا كبرت الإحرام وهبطت الطائرة في مطار بلدتك التي تقيم فيها اكمل الصلاة. لكن إذا هبطت الطائرة في بلدتك